السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بيكم في قناتي، قناة مطبخ نسمة القاضي. أتمنى لو عجبكم الفيديو تدوسولي لايك وتشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس عشان يوصلكم مني كل جديد. النهاردة هنعمل وصفة الزبادي. مبدئيا كده أول حاجة هنغلي اللبن ونحط معلقة خشب على الحرف اللبانة عشان يغلي كويس. بعد ما يغلي ويبرد خالص هنحط منديل ونغطي عليه ونحطه في التلاجة كده. بعد ما حطيناه في التلاجة بصوا بوريكم المنديل مندي مية كده. بلم الوش من على اللبن هنا. بوريكم معايا معلقتين هندفي اللبن ومعايا معلقتين زبادي. اللي عايز يعمل اللبن بخير ويعمل، بس انا عندي ولادي ما بيحبوش الوش على الزبادي. وبعدين هنحط حبة لبن دافين على المعلقتين الزبادي ونقلبهم ونربهم كويس قوي. ربناهم كويس وبعدين هننزلهم على اللبن. اللي عنده خلاط بقى يضرب فيه، هاند بلندر، مضرب سلك، مضرب كهرباء. هنا انا هضربه بالهاند بلندر عشان يبقى زبادي ناعم زي بتاع الشركات كده. هنضربه كويس وبعد كده بقى هنعمل فيه ايه، هنصبه في الكوبايات. وبعد ما نصب الكمية كلها في الكوبايات، اي كوبايات عندك، مجات، كوبايات، انا بصي مشكلة عشان تعرفي ان اي حاجة تعرفي تعملي فيها. هنرفع كوباية ونحط المية السخنة، مش مغلية، هي مية سخنة بس مش غليانة. وبعدين هنرجع نحط الكوباية، هنحط الكوباية ونجيب فوطة مطبخ بقى تكون عندك او اي حاجة تروحي مغطية بيه الزبادي كويس. تدفي الزبادي كويس بفوطة مطبخ وهتحطيها في الفرن لمدة 6 ساعات. هنا طلعنا الزبادي من الفرن، بصوا لسه مطلعاه. هنمسح الكوبايات كويس. بصوا بوريكم مسكوا كويس. وفي الصيف وقت اقل من كده، انما عشان الجو الشتاء هنمسح بقى الكوبايات كويس ونحطها في التلاجة كده قبل ما نحطها في التلاجة. وهوريكم بعد التلاجة، وهي دي الصورة النهائية ليه. اسيبكم في رعاية الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.